بيقول لك ايه بقى؟ الاستمرارية عدو النجاح. ودي اكتر حاجة وقفتني وعطلتني فترة كبيرة جدا علشان اعمل اللي انا عايزه. واللي انا عايز اقوله النهاردة ان انا قررت ان انا اشارك كل حاجة بتلقائية، بعفوية زي ما انا متعود في العادي. مش عايز اخشى الكاميرا واقعد ارتب كل حاجة. في عربية هتعدي فانا هسيبها هتعدي ومش همنتج الفيديو، هسيب الفيديو يكمل عادي. كده فاهم. بقالي فترة كبيرة جدا كنت بتعلم حاجات كتير ومش بوصل للي انا عايزه بسبب ان المعلومات ما بتتخزنش في دماغي صح، ودي اكتر مشكلة كانت بتواجهني. ان انا حرفيا كنت فاكر نفسي ان انا بتعلم بس انا ما بتعلمش حاجة. انا تجاوزت مرحلة الباراليسيز اناليسيز او شلل اتخاذ القرار، في ان انا بقيت عارف ايه الكورسات اللي انا محتاج اخدها او ايه الكتب اللي انا محتاج اقراها. بس ستيل لحد دلوقتي برضو كل ما باجي اقرا كتب او باجي اتعلم معلومات جديدة المعلومات ما بتركزش في دماغي، لان انا حرفيا كل اللي انا بعمله بس ان انا عمال ادخل احشي معلومات من غير ما اطبق او اشرحها. وفي الاصل عشان تتعلم اي معلومه لازم تعمل حاجتين، يا اما تطبقها يا اما تشرحها، يا اما تطبق بشكل عملي يا اما تشرحها. فانا ولا كنت بعمل ده ولا كنت بعمل ده. حاجه فكرت فيها الفتره اللي فاتت ان انا ابدا اعمل محتوى واتكلم فيه عن الحاجات اللي انا بعملها والحاجات اللي انا باخدها، الكورسات، الحاجات اللي انا بذاكرها، لان شايف ان ده بشكل عملي هيقدر يفيد عدد ناس كتيره جدا. لان انا عندي افكار كتيره قوي وفي نفس الوقت انا ما بتعلمش حاجه، او في نفس الوقت ما فيش تعليم حقيقي بيحصل، لان كل اللي انا بعمله هو حشو معلومات على الفاضي. فانا قررت اشارك المعلومات دي بشكل عفوي سواء الصبح او بالليل زي ما تيجي، ان انا اقدر افيد اكبر عدد ممكن من الناس بالافكار اللي انا عندي، علشان ما يجيليش حاله من كتر ما الواحد بيفكر كتير في الحاجات اللي هو عايز يعملها والكلام ده كله مبيبقاش عارف يعمل انهي حاجه فيهم. وفي نفس الوقت دي فرصه ليا ان انا اتعلم اكتر. فانا قررت اشارككم كل التجارب والمعلومات اللي انا بتعلمها والكورسات والكتب اللي انا قريتها الفتره اللي فاتت واللي انا هقراها والحاجات اللي انا هاخدها، بحيث ان احنا نتعلم سوا، نستفيد من بعض، بحيث ان احنا نتعلم سوا ونستفيد من بعض، وكل اللي عنده خبره ولا اللي عنده معلومه او حاجه يضيفها عنده. ولو عندك اي تعليق او حاجه عايز تسيبها لي في الكومنت، او اتكلم او مواضيع معينه عايزني اتكلم عنها الفتره الجايه، اكتبي لي في التعليقات وانا هرد على كل الناس. واشوفكم على خير.